فيلم كان السبب في حبها للطبخ، ومن تقطيع الخضار والبصل في المطاعم والفنادق بقت الشيف. كان مرتبها 750 جنيه وبتجيبها من شرقها لغربها. كدبت على باباها وقالت له بتاخد 1500. باباها اللي كان رافض دخولها المجال وقال لها ازاي بنتي تكون طباخة. بس الشيف آية الجرواني بقت زي ما حلمت ومشيت ورا شغف وبتخطط علشان تفتح مطعم أحلامها، وبدل المسابقة اشتركت في أكتر من 5. في الفيديو ده هحكي لكم قصة الشيف آية الجرواني وازاي اتحدت الظروف وعفرت لحد ما اتشهرت كده. من صغرها وهي بتقول نفسي أكون أنا، ومشيت في حياتها بالمبدأ ده وقدرت تكون الشيف آية الجرواني. آية صاحبة مزاج عالي وهي بتطبخ، فلازم تشغل أم كلثوم وتعمل وصفتها بكل انسجام، وده سر أكلها الحلو وطريقتها المبهرة. من وهي 13 سنة وهي محددة هدفها ونفسها وحلم حياتها تكون شيف، ومش مجرد واحدة بتعرف تطبخ وموهوبة وشاطرة، لكن شيف محترفة بمعنى الكلمة، فاهمة كل حاجة في مجالها. وفيلم الفار الطباخ كان السبب إنها تحب الطبخ وتبقى شغوفة بالمجال. كبرت آية وكبر معاها حلمها، والسنة ورا سنة طموحها بيكبر وأحلامها إنها تبقى شيف. ولكن باباها الله يرحمه كان لواء في الجيش، وكان رافض إنها تدخل أي كلية أو معهد ليه علاقة بالطبخ. وزمان ما كانش زي دلوقتي، كان الكل شايف إن الشيف يعني طباخ. فدخلت آية كلية الحقوق بناء على رغبة باباها إن لازم يكون معاها شهادة، وبمجرد ما اتخرجت قررت تسعى تجاه شغفها والحاجة اللي بتحبها وهي الطبخ. آية انضمت لأكاديمية في مصر لتعليم فنون الطهي لمدة 1.5 سنة ما بين دراسة وحضور وامتحانات عملي ونظري. ورغم كل التعب اللي شافته، ولكن لانها حابه ده كان كله بيهون، خاصه لما تسمع راي اللي بيدرسوا ليها وانهم شايفين انها هتبقى حاجه وهتتشهر، واقترحوا عليها تشتغل وهي بتدرس. وبدات آية في المطبخ من اول السلم، ولحد ما خلصت السنه ونص دراسه كانت اخذت اول درجه وظيفيه في المطبخ وهي شيف التحضيرات. آية كانت كل مهمتها في المطبخ انها تقطع وتجهز المكونات للشيفات الكبار قبل الطبخ، وكان قدامها حوالي 8 درجات وظيفيه علشان تبقى شيف عمومي. وفعلا قدرت توصل آية وتبقى في اكبر المناصب في المطبخ وبقت شيف عمومي. ما كانش سهل تماما وعفرت كتير. مرتبها كان قليل جدا، حوالي 750 جنيه، وكانت ساكنه في حدائق الاهرام وشغلها في التجمع. بس كانت بتقول لباباها ان مرتبها 1500 جنيه. هي اشتركت في مسابقه بطوله افريقيا للطهاه واللي رشحوها الشيفات اللي كانوا بيدرسوا ليها في الاكاديميه، وتم اختيارها بعد تدريبها لمده 15 يوم، وحصلت على المركز الثالث ورجعت مصر بالبرونزيه، وده رغم الصعوبات اللي واجهتها في المسابقه. آية كانت شغاله على عين بوتاجاز واحده، وفي اكلات كتير غيرت طريقه طبخها من البوتاجاز للفرن علشان تلحق في الوقت المحدد. وشاركت قبل كده كمان في مسابقات زي مسابقه سيده المطبخ العربي، ونجحت في الحصول على ميداليه من السيلفر، وتعتبر مسابقه افريقيا للطهاه هي المسابقه الخامسه اللي شاركت فيها. دلوقتي آية بقت بتدي كورسات وكمان بتقدم برامج وحلقات طبخ على السوشيال ميديا زي طشه بالايطالي وبنات اليومين دول لتعليم اساسيات الطبخ، ودي حلقات تبع ويت صاني، ده غير الاعلانات كمان. وبتظهر كمان في عدد كبير من البرامج التلفزيونيه، واخرها ساعه ونس مع مراد مكرم. آية قدرت بمحتواها على الفيسبوك توصل لبنات وستات بيوت كتير كمان بنصايحها، ساعدت اللي في اول طريقه انه يكون شيف. هي مش مجرد شيف عاديه بتطبخ، لكن هي كمان اللي بتفتح المطاعم وتدرب الفريق وتعمل المنيو. ورغم اللي وصلت له، ولكن طموحها ملهوش حدود، ونفسها تفتح مطعم ويكون مستوحى من الحياه الفرعونيه. وفعلا اخذت الخطوه وشاركت في برنامج مليون باوند مينو، وكانت طالبه 12 مليون، وقدمت طبق فريك بالبط والبندق، والكل انبهر بالمكونات. تفتكروا هتحقق حلمها زي احلام كتير سعت وحققتها؟